ما نحاولش ان احنا نكسل، نحاول ان احنا نشتغل على نفسنا. ما تديش فرصه للكسل يجيلك. اللي انت لو كسلت في مره والتانيه والتالته هتهدى. ابدأ وحاول اللي انت ما تعودش نفسك على الكسل. مش عارف تروح الجيم، اتمرن في البيت. لو قدرت، لو عملت بس شويه حركات بسيطه، اللي انت حركت نفسك بس في اليوم 5 دقايق، 5 دقايق هيعملوا، والله هيعملوا معاك فرق. حالات كتيره بنشوفها وحالات كتيره بنتمرن معاها، يبقى جاي يقول لك انا مش عارف ابدا منين، انا مش عارف، قول لي ابدا ازاي. اقول له 5 دقايق، ابدا باقل حاجه اللي انت تقدر ان انت تعملها. هيبص يلاقي نفسه لما يتغير، ويبص يلاقي نفسه ابتدى اللي هو الحركه والشكل بتاعه ابتدى يتغير شويه. هتبص تلاقيه ابتدى يزود من نفسه. ابدا بالخطوه الصغيره ديت، والله هتشوف فرق كبير جدا، كبير جدا. ابدا برضه حتى لما بنيجي مثلا بنتكلم في الدايت او في النظام الغذائي، ما بحاولش اللي انا المبدا بتاعنا حتى في الاكاديميه، اللي احنا ما بنحاولش اللي احنا ندرب المدربين بتاعتنا على اساس اللي هي تعمل نظام قاسي من اول مره. نحاول اللي احنا نقول له ابدا مع العميل بتاعك بطريقه اللي هو يحب يشتغل على الطريق بتاعك. مش اللي انت تديله جدول وتقول له امشي عليه، يمشي عليه يوم 2 3 شهر شهرين وبعد كده هيرجع تاني هيحصل له انتكاسه. طب ليه؟ انا عايز اخليه يوصل لده يبقى سيستم حياه، يبقى لايف ستايل. تمام؟ بننجح فيها كتير، وبننجح فيها مع ناس كانوا من استحاله اللي هم يفكروا اللي هم في يوم من الايام تحصل اي تغيير معاهم. فالحمد لله رب العالمين. ابدا بالقليل اللي معاك، ابدا بالامكانيات بتاعتك. ما عندكش استطاعه اللي انت تروح جيم، ما تتمرنش في الجيم، في البيت 15 دقايق اللي انا عايزهم منك. 15 دقايق كتيره، كتيره على صحتك، كتيره اللي انت ممكن بعد 15 سنه، بعد 20 سنه، وربنا اعطانا واعطاكم العمر، اللي انت تقول ياه انا فاكر كابتن محمد لما قال لي ابدا، وبدات ونفذت وبالفعل ووصلت للي انا عايزه. بدل ما بعد 20 سنه تيجي تقول يا ريتني كنت سمعت كلامه. صح؟ صح. فاحنا نقدر، وانت تقدر، وانت تقدر. كل واحد فينا عنده طاقه من جوه، لو استغلها صح مفيش حد هيقدر عليها. اشوفكم على خير. سلام.